حالة الضغط يا دكتور؟ حالة الضغط احنا بنعملها من ال 304 لسبب واحد بس. ال 304 مادة قاسية تستحمل الحرارة وتستحمل الضغط. في خاماتها في الموليكيول بتاع تصنيع المركب ال 304 بيور، لا الهاي كاربون ولا اللو كاربون. ادي بس القصه في ال 304، وانا عارف ان هي حله غاليه، بس انا اقول لك على حاجه. اهم حاجه عندي في الطبخ انك انت ما تكشفش الغطا. ليه؟ التبخر اللي بيطلع من الاكل اثناء الطبخ هو المركب الغذائي اللي انا عايزك تخليه جوه الحله. فاهم حاجه عندي ما تكشفش الغطا. فانا ازاي بعمل الاكل في ثانيه؟ يعني ايه ثانيه؟ يعني ان انا اول لما الاكل، طبعا انا قلت لكم احنا بنحسب كميه الفلويد على كميه الخضار. شوربه الخضار طالما فيها مويست وفلويد، الباميه، البسله، كل الكلام ده كله، انا اقصد يعني ايه ثانيه؟ يعني مرحله الغليان بعد ما بحط الخضار في الصوصات. يعني انا عملت البسله حضرتها، لما اجي انزلها في الصوص طماطم هنزلها وهي بتغلي، تبرد الصوص طماطم، هو حاطط الغطا مغطيها. لما تيجي تغلي تاني الصوص طماطم دوت، اول لما بتغلي واشوف البخار بيطلع وانطفي عليه. ليه؟ تبخر البخار من قلب الحله، من قلب الخضار، يحتوي على الفيتامينز كلها، وبيطلع لو لمس الهواء اللي بره اتكسر. فانا بدخله في الحله يخبط في غطا الحله، يرجع لي هيوميديتي droplets of water into the nutrient في قلب الاكل تاني من جديد. فانا كده كبرته. اوكي بس